ليس مهما لون القط ولكن قدرته على اصطياد الفئران. ده مثل مشهور يقول لنا ان العبره بالنتائج. عشان كده ده مقدمه لازم نعرفها قبل ما نجاوب على السؤال: ما هي افضل طريقه جراحيه لتجميل الانف؟ الخناقه الازليه او الاختلاف الازلي ايهما افضل، الطريقه المغلقه ام الطريقه المفتوحه في تجميل الانف؟ ده اللي هنعرفه مع بعض حالا ان شاء الله. تجميل الانف المغلق بيتم من داخل الانف، فبنقوم بعمل فتح جراحي بسيط في الغشاء المخاطي المبطن للانف من الداخل، ثم يتم اجراء العمليه من خلال طانل او ممر او شباك في النسيج المخاطي داخل الانف. كل طريقه جراحيه في الطب عموما بيكون لها مزايا ولها عيوب. مزايا الطريقه المغلقه عدم وجود اي ندبات خارجيه في الجلد طبعا، ووقت العمليه بيكون اقصر شويه الى حد ما. بينما العيب الكبير جدا لتجميل الانف المغلق ان هو احيانا لا نتمكن من اصلاح جميع التشوهات او جميع المشاكل اللي موجوده في الانف، بسبب ان احنا بنعتمد على طانل او ممر ضيق جدا في الغشاء المخاطي داخل الانف، لا يمكننا من الوصول الى جميع اجزاء الانف، بل احيانا نعتمد على طريقه اللمس لان بيكون بلايند فيجن او الانسجه غير مرئيه بالنسبه للجراح، فبيستعمل الاته الجراحيه عشان يوصل للانسجه، وبيعتمد على حاسه اللمس والكلينيكال سنس بنسبه بسيطه وليس على الرؤيه المباشره. تجميل الانف المفتوح بيكون من عيوبه وجود ندبه بسيطه خارج الانف، وهنحكي ازاي نخفي اثر الندبه البسيطه اللي موجوده خارج الانف. ده يكاد يكون العيب الوحيد، بينما في المقابل المزايا كتير جدا لانه الاكسسبيليتي بتكون اعلى. كمان بيمكننا من الوصول الى جميع اماكن التشوهات داخل الانف سواء في الجزء العظمي او الجزء الغضاريف، وبيكون تحت عينينا وبيكون اندر فيجن، فبيمكننا من الوصول له والتعامل معاه بشكل جيد. كمان بيمكننا من استعمال تقنيه البييزو اللي بتمكننا من نحت العظم، او استعمال الليزر في تجميل الانف بيمكننا من خلاله من نحت العظم بشكل دقيق ويقلل نسبه التورم اثناء العمليه، اختصر كمان وقت العمليه بشكل كبير جدا زي ما احنا عارفين. وهنرجع تاني ازاي نداري اثر الجروح اذا ما لجأنا للطريقه المفتوحه، ان احنا بناخد الجلد طبقتين فوق بعض من الغرز ويتم خياطته بغرز تجميليه بخيط رفيع جدا، ولا نترك الغرز فتره طويله اكتر من 7 ل 10 ايام في الجرح. كمان بنستعمل الكريمات اللي بتساعد على الالتئام بعد العمليه مباشره وتقليل التعرض للشمس. الحاجات البسيطه دي بتكون كفيله بنسبه اكتر من 90% انها تخفي اثر الندبه ده خلال شهر لشهرين تماما كأن شيئا لم يكن. اتذكر دائما ليس مهما لون القط ولكن قدرته على اصطياد الفئران. في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله. شكرا لكم.